شارك لي أو نشر لي بعض كتبي، أو شارك لي يعني عن كتابي أظن تنوير الرب الإله، وأوصى الناس بقراءته. أول مجلد لي هذا هو كتاب تنوير الرب الإله. وبلغه إذا كنت أنت، يعني الشيخ العوني، إذا كنت أنت يعني تلتقي به فبلغه سلامي الحار، وإن شاء الله يعني يتاح لنا أن نلتقي به، إما يعني في العالم الحقيقي أو في العالم الافتراضي، يعني إن شاء الله. الله يبارك فيكم يا سيدي. الله يبارك فيك. سنتواصل معك في التليجرام إن شاء الله. ايه تليجرام على الواتساب، ونتواصل معه ونستفيد منه. يا ما شاء الله له تقريرات. هو حتى أنا طلعت هكذا بسرعة على كتابي، على بحثي حول الكلام النفسي، وأنا من زمان أنا أطلع على كتبه. وهو عنده كان رسالته أظن الدكتوراه حول المرسل الخفي، وهكذا هذه رسالته، ماجستير أو دكتوراه. وله أيضا يعني له تحقيقات في الحديث يعني رائعة ما شاء الله. يعني وإن كان هو في أول أمره كان وهابيا يعني ترك. مو كان وهابي الشيخ حاتم العوني؟ على اعتقاد هو مدرس في جامعة أم القرى في مكة. هو تقاعد يعني قبل 4 سنوات. هو حتى كان ينكر تقسيم مش تقسيم التوحيد، كان ينكر تقسيم الحديث. رد على ابن تيمية. نعم سيدي، رد على تقسيم التوحيد، لا في تقسيم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر. هذا كان ينكرها، يقول لك هذه تقسيم الجهمية لينكروا السنة أو لينكروا الصفات التي جاءت في الأحاديث أو كذا. يعني أنا ذكرت هذه في رسالة الدكتوراه أنه منهم وبعدين هني طرحوا هذه القضية في ملتقى الحديث قديما قبل أن يغلقوه. فبعدهم تدخل بعضهم، قال ما هذا التقسيم كان يقول به شيخ الإسلام وحده لا شريك له. فلذلك انفض المجلس انه خلاص، طالما وجدوا تقسيم الأحاديث إلى آحاد متواتر في كتب ابن تيمية ما في إشكال، مع أنه أصلا هو كان موجود في كتاب الشافعي، رسالة إمامنا الشافعي، رسالة الإمام الشافعي رحمه الله. لا طبعا ما كان يسميه متواتر وآحاد، كان يسميه خبر خاصة وخبر عامة. يعني هذا المصطلح قبل أن يسمى حديث متواتر وآحاد يعني. فهو المهم كان الشيخ حاتم العوني كان ينكر هذا التقسيم بشدة. طبعا أنا قلت الآن المفروض لا ينكره، لأنه الآن ترك الوهابية. نعم. كذلك يعني في مشايخ من الحنابلة مثل الشيخ صالح الأسمري، هو من مشايخنا والتقينا به. كذلك الشيخ عبد الله العالمي. فك الله أسره. إيه مين الشيخ صالح الأسمري موجود حاليا. هو خرج من كان مسجون، خرج من السجن. نعم من زمان يعني. امتى لكن لا تنشر دروسه، لانه هذا عبد العزيز الرئيس كان شمتان فيه انه انسجن. شوف على قلة. لكن الان يعني هؤلاء الوهابية ليس لهم سلطة. الان الشيخ الاسمري والشيخ العوني في الحجاز ام اين هم؟ في الرياض، في نجد، اين هم؟ الشيخ صالح الاسمري في ابها وياتي الى الطائف. انا ما اعرف هذه من بلاد الحجاز ولا من نجد، لانه نجد هناك يخرج قرن الشيطان. ابها من الجنوب. هذه من نجد يعني تعتبر؟ لا من الجنوب جهة نجران وجيزان قريبة من اليمن هذه. ايه والشيخ حاتم العوني اين هو؟ في مكة، في المدينة، اين هو؟ في مكة. الشيخ حاتم العوني من اهل مكة. ما شاء الله. انت وين؟ في الجنوب يعني؟ انا في مكة. ما شاء الله. انت يعني تلتقي بالسادة آل الشيخ السيد العلوي، محمد العلوي، الشيخ محمد علوي المالكي، ابن الشيخ أحمد. من القائم الآن عندهم الآن؟ يعني هم من أهل مكة، أنا تواصل بعضهم يعني. الشيخ أحمد وأبنائه وأخوته لهم مجالس علم في مكة وفي الحرم المكي. لا في الحرم المكي ليس لهم، لكن في مكة لهم
يأتيهم طلاب ويتوافدون عليهم ويدرسون؟ لا، لهم دروس، أظن لهم في المدرسة الصولتية، هذه اسمها، هذه إيش اسمها هي؟ لا، أغلب دروسهم في بيتهم يعني. هلا الشيخ السيد العلوي المالكي كان يدرس في الحرم، أنا سمعت، هو وأبوه يعني راح. لكن حلقته أخذوها الوهابية يعني. الشيخ السيد العلوي المالكي وأبوه أيضا، ويقال أن الشيخ السيد العلوي المالكي نقطة في بحر أبيه، يعني أبوه أعلم منه كان يدرس في الحرم المكي يعني. نعم، الشيخ محمد علوي المالكي كان يدرس في الحرم عليه رحمة الله. أما الذي يعني هو منع من التدريس بعد وحكموا عليه بالإعدام، ثم تدخل ملك المغرب حكموا عليه لأنه مشرك، صحيح؟ الملك عبد الله رحمه الله هو من تدخل، كان ذلك الوقت وليا للعهد. ايه، توسط حاكم المغرب، انا سمعت ملك المغرب، انا يعني انه هذا لانه هو اصلا يعود الى اصول مغربيه، الشيخ السيد العلوي المالكي. نعم، لكن الذي تدخل هو الملك عبد الله بن ومن الذي حكم عليه بالاعدام؟ مين؟ ابن باز؟ لا، ابن باز كان يشنع عليه، لكن ابن عثيمين ما كان يتكلم عنه، لكن احد القوى الوهابيه يعني حكموا بانه مشرك. لا يعني هم نصبوا له محكمه يعني محكمه في يعني في وزاره العدل، يعني كيف يعني حكموا عليه بالاعدام؟ انا سمعت لانه يعني انه قالوا عنه مشرك وحكموا عليه بالاعدام هكذا سمعت يعني. على كل رحمه الله. طيب، تحب تضيف شيء قبل ما نشرع في معنى الله يبارك فيكم يا شيخ. الله يجزيكم الخير. تواصل انت معي التليجرام او على الواتساب. بارك الله فيك. ان شاء الله يا شيخ وليد، ان شاء الله يبارك. انت كنت وهابي ولا انت بالاصل ما انك وهابي؟ انت حنبلي؟ لا والله الحمد لله لم اكن وهابيا نهائيا. ايه الحمد لله. احب الشيخ مهنا يعني. ما شاء الله. أنا الحمد لله، الله فك الله أسره الحمد لله. بارك الله فيكم إن شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا، لا تنسى من الدعاء. طيب، مين معنا بتقولوا هلا كمان؟ السلام عليكم. ممكن سؤال شيخي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هلا ممكن تأجل السؤال أسئلة، هلا في عنا تسجيلات لأنه نحن. سؤاله بسيط عن حديث فاطمة بنت أسد وحق الأنبياء من قبل، هل هذا صح الحديث؟ يعني صح إسناده؟ ما بعرف إذا أنا تكلمت فيه بأحد منشوراتي. هو إيش نص الحديث؟ أسألك بحق. لما دفن فاطمة بنت أسد دعا لها اللهم، بعد ما دعا قال بحقي وحق الأنبياء من قبلي. لا، هيك نص الحديث. هو طويل، أنا الحديث عندي بس ما عاد أتذكر. يا أمي كنت أما بعد أمي تجوعين وتشبعينني وتعلين وتكسينني وتمنعين نفسا طيبا وتطعميني. نحن شاهدنا بالموضوع عشان ما أقول لك الحديث كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بحقي وحق الأنبياء من قبلي. هكذا نص الحديث، وبحقي وبحق الأنبياء من قبلي. بحقي وبحق الأنبياء من قبلي. نعم هكذا، إذا كتبت الكلمتين بطلع مع الحديث. بس ما طلع معي أنا بحقي وبحق الأنبياء. حقي وحق الأنبياء من قبلي، لأنه هذا بده بحث حرفي، هذا أنت بتعرف هذا الشاملي هكذا. طيب برواية الطبراني ورواه أبو نعيم ورواه الحاكم ورواه أبو نعيم. طيب ورواه ابن عبد البر. هلا هون اللهم بحقي وحق الأنبياء من قبل اغفر لأمي بعد أمي، يعني رواه، بقول لك هون رواه ابن حبان في صحيح، والحاكم والطبراني في الكبير والأوسط وصححه، ورجال الصحيح إلا روح بن صلاح فيه ضعف. يعني هون الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في ألا يوجد له
أساس السنة، هو يقول أنه هو صححه يعني ابن حبان وكذا. طيب ما هو بقول لك هو صححه فلان وفلان، صححه الحاكم وابن حبان وغيره. طبعا الوهابي إذا ما عجبوا الحديث بيضعفوه. طيب أو إذا صح طريق جديد غير روح صلاح، أخرجوا من روح صلاح. إذا بحثت مثلا بسند أحمد بن حنبل أو بالطبراني أو بدك يعني طريق آخر غير هذا يعني. هون عندي 8 طرق للحديث. إيه بس هو قصدي 8 طرق فيها ابن صلاح، ما في ولا طريق ما فيه ابن صلاح. نشوف هذا، نشوف النصوص حققنا منه تنزيل منشور عند أحمد نشوفه طبعا. هذا أول شيء نص الحديث. هذا مش نحسن يعني. لا هو أحد، لحظة، هو أحد الأدلة على قضية التوسل بحق الأنبياء، قضيتهم يضاعفونها. طيب هذا شأنه. بحق الأنبياء من قبل إن ميتين. ايه ما لا، هلا هو قضية انه حتى لو صحيح سيضاعف، حتى لو صحيح سيضاعفونه هم. هو ضعف عن طريق ابن صلاح. ايه طيب حتى لو كان في البخاري، حتى لو اذا كان في البخاري بيأوله يعني، ماشي عنده الوهابي ما عنده شيء صعب يعني. ما هو قضية استغاثوا بآدم حديث في البخاري على شرطين البخاري ومسلم. طيب ننظر في هذا الحديث إن شاء الله. سأكتبه عندي على ورقة وإن شاء الله نبحث فيه، لأنه الآن الله يجزيكم خير. اللهم بارك الله فيك. بحقي هذا سنبحث عنه إن شاء الله ونجيب عنه إن شاء الله. حتى هنا بما تبقى من هذا الوقت، مثلا هنا احنا قلنا أنه هنا تأولوا حتى نعلم المجاهدين منكم، قالوا يعني حتى نميز. لاحظ مثلا هنا في تأويلات أخرى لهذا أنه حتى نعلم كائنا ما علمناه أنه سيكون. في عندنا أيضا تأويل بورك من في النار، بوركت النار كما قال مجاهد، أو بورك سلطان الله أو نور الله وقدرته، هذه ذكرناه في المجلس السابق. وناديناه من جانب الطور الأيمن، قال من ابن القيم أنه النداء في السماء وليس يعني هذا هذه الآية يعني ظاهرها أن النداء من جانب الطور الأيمن اللي هو في الأرض. بين ابن القيم لا، قال أن هنا النداء من السماء وليس من جانب الطور، ونقل أثرا عن ابن عباس في ذلك. وقلنا إذا صح هذا الأثر يكون ابن عباس نفسه أول الآية، لأن الآية تفيد بظاهرها يعني حسب هنا ما يقول الشوكاني هنا في كتابه فتح القدير، أن ظاهر الآية ظاهر القرآن أن النداء كان من شاطئ الوادي الأيمن. شوف كان النداء من يعني بيقول لك، وبعد ما ينقل عن ابن عباس أنه نودي من شاطئ الوادي، قال كان النداء من السماء الدنيا اللي هو يعني ذكره ابن أبي حاتم هذا عن ابن عباس أنه كان النداء من السماء. وذكره البخاري في خلق أفعال العباد أنه كان النداء في السماء وكان الله في السماء، هكذا. هذا نفسه بيقول لك يعني بس بيقول لك انه ايش الشوكاني بعد ما يسرد هذا الكلام بيقول لك شوف، وظاهر القرآن يخالف ما قاله رضي الله عنه. يعني معنى ذلك أن ابن عباس تأول القرآن، تأول وناديناه يعني سواء آية، شوف لأنه في عندنا آيتين احنا، آية القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن أن يا موسى إني أنا الله، إذا المنادي هو الله. الطريف في الموضوع الوهابي بياخذوا بظاهرة بيقول لكم النداء ظاهره هو الحرف والصوت، وما بياخذوا بظاهرها انه هو اصلا هذا ظاهر هذه الآية ان الله كان في الوادي بجانب الطور في الوادي الأيمن. حسب آية القصص نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من المنادي؟ الله سبحانه وتعالى حسب سورة القصص.
حسب هذه. في آية بقى الآية الثانية اللي هي آية مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهنا أنه إذا المنادي هو الله من جانب الطور الأيمن، والطور الأيمن في الأرض، إذا الله في الأرض كان. هذا حسب ظاهر الآية، بينما بيقول لك لا، هو النداء من السماء وكان الله في السماء. طيب هذا معناه أن ابن عباس نفسه تأول الآية. هذا إذا صح السند إلى ابن عباس، أو إذا صح يعني صح القول، هذا روايته عن ابن عباس. فالمهم هو الآية هي ظاهرها يعني مؤول عند الوهابي لحظة. سننتقل إلى إيش في التسجيل القادم إلى هذا، ومعكم أينما كنتم تأويل.